السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض هرسة الشطة بطريقتي انا اللي انا معتمداها من سنين ومجرباها، بتقعد معايا من سنة للسنة في باب التلاجة من غير ما احتفظ بيها في الفريزر ولا اي حاجة. في باب التلاجة بتقعد معايا من سنة للسنة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وادي اللي انا كنت عاملاها في الشتاء اللي فاتت اهي، بس يستحسن ان انت تحتفظي بيها في حاجة ازاز زي كده اهي. هوريها لكم اهي، دي عندي من الشتاء اللي فاتت، ما جرالهاش اي حاجه اهي بالشكل ده كده، وحطها بباب التلاجة. يلا بينا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا عملناها ازاي. اهم شيء بعد ما تعبيها حط على وشها رشه زيت. معايا هنا بقى كيلو ونص شطه، انا جبتها وغسلتها ايه غسله كويسه اهو بالشكل ده كده، ومن غير سكينه ومن غير اي حاجه. شلت القمع بتاعها ايه الاخضر اللي كان هنا اهو. انا خليت كام واحده كده اعملهم معاكم اهو بايدي اهو بالشكل ده كده اهو. بشيلها كده اهي، بتتشال معاك بكل سهوله اهي بس. وبخليها ايه بالشكل ده كده. معايا دي راس توم كبيره، ومعايا كوبايه ميه، ومعايا ايه كيس ملح، وليمونه كبيره بقشرها بالشكل ده كده. باخد بقى الفلفل بتاعي بقطعه بالشكل ده كده اي تقطيعه في الخلاط اهو بالشكل ده كده. واول شفشق بقى معايا هفرمه، هحط فيه الليمونه دي، هقطعها 4/4 واحطها مع الشطه بالشكل ده كده اهي. بس يا دوبك ايه بطلع البذره بتاعتها اهي عشان ما تمررش معايا اهو بالشكل ده كده. وهحط التوم بتاعي برضو ايه اهو. ومعايا بقى مج الميه بتاعي، هحط منه شويه صغيرين، لان المج ده هقسمه ايه على باقي الفلفل. كل ما اضرب شويه هحط ايه، هحط شويه صغيرين، شويه ميه صغيرين عليه عشان خاطر الخلاط بتاعي يدور. ضربتهم في الخلاط بالشكل ده كده اهو. لو انت حابه تعمليه في الكبه براحتك اعملي في الكبه، بس انا بقولك على الطريقه اللي انا عن نفسي بعمل بيها وشغاله بيها ببيتي. هكبها بقى في الحله بالشكل ده كده اهو. هضرب بقى كل ما اضرب شويه اكبهم ايه في الحله. بس انت شوي انا كده بس ضربتها بقى كلها بالشكل ده كده اهو وخلصتها. بضربها ايه ضرب اللي هو لا خشن قوي ولا ناعم قوي، يعني بخليها معقوله بالشكل ده كده. وانا بضربها في الخلاط انا حطيت لها قد ايه كوبايه ميه، مج واحد بس ايه ميه. كنت بزود بقى عشان خاطر ايه الخلاط يمشي معايا زي ما قلت لكم. ما بضيفش كميه الميه بتاعتي اللي انا بحطها كلها مره واحده، عشان خاطر ايه بضيف نصها بس، والباقي بخليه لحد ايه ما اخلص. ليه بقى؟ عشان خاطر بعد ما بضربها بقدر قوامها بقى اللي بيحكم معايا. يعني بشوف مثلا الشطه اهي، بشوف هي تخينه معايا محمله قوي جامده قوي بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، واعرف بقى ايه انا عايزه اضيف لها ميه قد ايه. كده كيلو ونص هيحتاج ايه كمان مج كمان ميه اهو. بضيفه بالشكل ده كده اهو. اهي بخفها شويه كده، هي دوبك كده اهي بقت مظبوطه معايا بالشكل ده كده اهو. وبعمل ايه بقى تاني،
باخد 4 معالق ملح كبار. ادي 1 2، يعني المعلقه مش ملانه قوي، مش هرميه جامد. 3 4. اخر خطوه بقى بعملها، هاخد الحله دي زي ما هي كده واروح على البوتاجاز. انا حطيتها عندي على البوتاجاز اهو، على العين الكبيره على نار عاليه، وهسيبها ايه يعني، انا مش هغليها، مش هخليها تغلي كام غلوه، لا هي يا دوبك بس غلوه واحده. انا مش بضيف لها اي توابل خالص يا جماعه، غير لما وقت الاستعمال اخد المعلقه او الاتنين زي ما انا عايزه، واضيف بقى ايه يعني عليها التوابل اللي انا عايزاه. لو يعني بعمل دقه لسمك لبدنجان اي حاجه بقى، يعني حسب اللي انا بعمله بضيف التوابل بتاعتها ايه على القد، مش بحط لها كلها توابل. لو هتخزنيها عندك من سنه للسنه، لان التوابل بتلاقي بعد فتره كده يعني ايه بتعمل ريحه كده، يعني بتغير طعم الحاجه. شايفين هي بدأت تغلي من الجناب اهي، هخليها بقى تغلي من النص واروح طافي عليها على طول اهي. هي كده غلت كلها بالشكل ده كده اهي، يا دوبك غلوه واحده، غلوه واحده بس، انا مش بسويها لا، يا دوبك يعني انا بعمل لها زي عمليه ايه بسطره كده او تعقير، عشان تقعد معايا ايه من السنه للسنه اهي. يا دوبك غلت غلوه واحده بالشكل ده كده اهو، وهطفي عليها بقى اهو، طفيت عليها خلاص. انا دقتها فلقيتها ايه يعني عايزه شويه ملح كمان، اضيف لها كمان معلقه اهو، يعني لقيت الحلويات بتاعتها ايه ناقصه شويه كده، فاحط لها معلقه ملح كده اهي. هسيبها بقى لما تهدى شويه. وادي الهريسه بعد ما بردت خالص هعبيها بقى في الازايز، واحتفظ بها عندي ايه في التلاجة، بتقعد معايا من السنه للسنه بنفس الطريقه اهي، زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهي. على فكرة هي لونها أحمر وجميل، بس الإضاءة هي اللي ظالمة لون الوصفة.